قرية عين الغزال قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة اللاذقية في جبل الكرد ناحية كنسبة، وتبعد عن كنسبة حوالي 2 كيلومتر. عدد سكانها أكثر من 700 نسمة، كلهم كرد لكنهم فقدوا لغتهم الكردية، إلا أنهم لا زالوا يحتفظون ببعض العادات الكردية كإشعال النيران في أعراسهم ولبس كبار السن للباس الكردي. من عائلاتها جناورو، وجناورو اسم كردي تعني الجناورة هو الوحش، وسيو وعترو أوسي أحمو. في الأزمة السورية تعرضت القرية لحملة عسكرية روسية إيرانية مع النظام السوري. هذه الحملة كانت شرسة، وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي الواقع على طرفي طريق M4، لذلك تدمرت معظم بيوتها مثلها مثل بقية القرى في جبل الكرد. لذلك أناشد حكومة إقليم كردستان والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وكل الحركة الكردية، بالإضافة إلى الكرد من أصحاب رؤوس الأموال، بمد يد العون والمساعدة لأهلنا في الجبل. يعمل الأهالي بالزراعة وتربية المواشي. طبعا القرية الآن خالية من أهلها بسبب تهجير أهلها من قبل نظام بشار الأسد. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء القرية وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محامي من منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في الجبل لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية كبقية اللغات هدية من الله، وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية عين الغزال.